أعلن الفنان المغربي يوسف أوزيلال الشهير بشخصية فاطمة التاويل عن إصابته بورم في الدماغ، وهو ما أثار تعاطفاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء هذا الإعلان من خلال مقطع فيديو نشره يوسف، حيث تحدث فيه عن تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه ما زال في طور إجراء الفحوصات لتحديد طبيعة الورم. وأوضح يوسف أن حالته الصحية صعبة، موجهاً رسالة مؤثرة إلى جمهوره طالباً منهم الدعاء له بالشفاء العاجل، وأشار إلى أن الورم يؤثر على حياته اليومية بشكل كبير، لكنه لم يفقد الأمل في التحسن بفضل دعم محبيه وأسرته. يوسف أوزيلال عرف بشخصية فاطمة التاويل التي يقدمها عبر قناته على يوتيوب، والتي حققت شهرة واسعة بفضل أسلوبه الساخر في تناول القضايا الاجتماعية بلمسة كوميدية مغربية. عبر الفنان الشعبي عثمان مولين عن حزنه الكبير وأحاسيسه الأليمة بعد فقدان والدته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شارك أحاسيسه رفقة متابعيه عبر حسابه الشخصي على تطبيق الإنستغرام. نشر عثمان صورته رفقة الفقيد والدته عبر صفحته بالإنستغرام، وأرفقها بتدوينة شكر وامتنان لكل من سانده خلال هذه الفترة العصيبة قائلاً: شكراً لكم جميعاً على رسائلكم ومكالماتكم، شكراً لدعمكم أيها الأهل والأصدقاء والمعارف القريبون والبعيدون، شكراً لمن حضر الألم هائل، لكن دعمكم يمنحني الكثير من الراحة وأشكركم من أعماق قلبي، شكراً لكل من كان بجانبي خلال هذه المحنة، أتمنى أن أكون قد تمكنت من الإجابة على أكبر عدد ممكن منكم، شكراً لمن جاء لتوديع والدتي، لن أنساها أبداً.